السلام عليكم عزيزي العميل. العربية دلوقتي ثمنها مش أقل من 500,000 جنيه، نص مليون جنيه يعني. فطبيعي إن أنت تحافظ على فلوسك وعلى استثمارك فيها. طبيعي هتعمل حاجة من الاتنين، يا تعمل نانو سيراميك يا تعمل أفلام حماية. النانو سيراميك التكلفة بتاعته قصاد أفلام الحماية أكيد في المتناول تماما، لأن هي بتتراوح من 5 ل 10,000 جنيه على حسب النوع المستخدم في العربية. أفلام الحماية من 25,000 جنيه ضمان 5 سنين لحد 80,000 جنيه ضمان مفتوح، بشرط ان انت كمان ما تعرفش نوع الماتيريال المحطوط على العربيه ايه. فالنتيجه ان لو ماتيريال وحشه او المكان مش موثوق فيه، ان انت ممكن بعد سنه سنتين الفيلم يشقق تشيله ويطلع دهان. خلصنا من الحته دي، نخش في حته النانو سيراميك. ما ينفعش اخش على بنزينه يقول لي اعمل نانو سيراميك اقول له يلا خد العربيه اشتغل فيها. ليه؟ لان النانو سيراميك اصلا في خطوات قبليه لازم تتعمل. العربيه لو قديمه او جديده في مراحل تلميع وعلاج بالدهان ترجع العربيه لحاله الزيرو، تعالج الدفوات الخفيفه اللي فيها لو زيرو، او تعالج المشاكل اللي فيها بقى خرابيش وفوطه زفره والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها كل يوم في العربيات دي، قبل ما اطبق النانو سيراميك ده عشان ناخد اعلى جوده ممكنه من الفلوس اللي هتتحط في الخدمه دي. ليه؟ لان اولا المواد نفسها المستخدمه للتجهيز لازم تبقى مواد خاصه بالسياره ومعموله للسياره، مش مواد عامه معموله لاي حاجه. اتنين، سفنجة التلميع، مكنة التلميع، فن التلميع نفسه. الفني لو مش متدرب هو بيعمل ايه سهل جدا يسألك العربية، سهل جدا ما يعملكش اي حاجة في العربية. ثالثا بقى واخيرا النانو سيراميك نفسه لما هستخدمه على العربية يطبق على العربية، انا ممكن احط لك اي ليكويد بدون اي اسم ولا ليه اي معنى ولا ليه اي شكل ولا اي لون، تغسل العربية بصابون مرة تلاقي كل حاجة راحت في العربية ولا حطيت فيها اي حاجة. فعشان كده لازم لما تعمل نانو سيراميك تبقى متاكد ايه اللي بيتطبق على عربيتك. احنا عندنا النانو سيراميك الماني من كوشكيمي، دي شركه معتمده بمرسيدس بنز. وما عندناش النانو سيراميك كوشكيمي بس، لا، مواد التلميع كوشكيمي، سفنجة التلميع كوشكيمي، الصواريخ المستخدمه. فطبيعي كل التفاصيل دي بتساعدنا احنا نديلك اقوى وافضل خامه ونتيجه وجوده ممكنه على عربيتك. وعشان كده بنقول لك ما تعملش نانو سيراميك غير في مكان انت عارفه وواثق منه ومتاكد السائل اللي بيتحط ده ايه والناس اللي شغاله دي فاهمه ولا لا، علشان ما تحطش فلوسك على الارض. لان في الحاله دي 500 جنيه زي 3 4000 جنيه ما لهمش اي لازمه. السلام عليكم.